من بين البرامج اللي اتحفرت في أذهاننا كعلامة مهمة من علامات شهر رمضان برنامج بدون كلام اللي كان بيقدمه الراحل حسن مصطفى. سيداتي آنساتي سادتي، أهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم بدون كلام. وكانت فكرة البرنامج الأساسية كانت بتقوم على التمثيل، وبيطلع واحد من الفريق يشوف ورقة في ايد المذيع مكتوب عليها اسم المسرحية او المسلسل او الفيلم، وبعدها يقوم يمثل لفريقه عشان يكتشفوا الاسم وهكذا. وكان الوقت المخصص للإجابة 3 دقايق، وكان اللي بيجاوب في الدقيقة الأولى كان بيفوز ب3 نقط، أما في الدقيقة التانية فتبقى 2 نقطتين بس. وكان البرنامج مليان ضحك ولعب وفن رغم بساطة الديكور اللي كان عبارة عن 4 كراسي على يمين حسن مصطفى و4 زيهم على شماله. والبرنامج بدأ عرضه في شهر رمضان سنة 1991 من إنتاج الشركة العربية للإنتاج الإعلامي بالرياض، وفضل يتعرض كل سنة لحد سنة 95. وحضر البرنامج كضيوف عدد كبير من أبرز النجوم، مثلا سهير البابلي وسهير زكي وهشام عباس وابو بكر عزت واسعاد يونس وليلى علوي واحمد راتب وسيمون وانوشكا وحميد الشاعري وكتير كتير من النجوم واشهرهم. وبرغم توقف البرنامج بقت اللعبة فقرة ثابتة في كتير من البرامج اللي بتستضيف النجوم. طب انتي سعدي حلي معاهم شاوري. ومش بس كده، دي اتحولت للعبة بقى متعارف عليها ما بين الأهل والأصحاب. مين فيكم لعبها؟ ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وشروق في ايه؟